عندما دمر منتخب مصر المنتخب المغربي الشقيق مرتين في بطولة أفريقيا. السعيد على القائم الأول الأولى في عام 2017 عندما فك كهربا لاعب النادي الأهلي الحالي عقدة امتدت 31 عام مع المنتخب المغربي الشقيق. المنتخب المصري منذ عام 1986 لم يفز في أي مباراة على المنتخب المغربي، إلا أن في عام 2017 في ربع نهائي البطولة محمود عبد المنعم كهربا قدر يفك عقدة منتخب المغرب، سجل هدف حاسم واللي أغضب أكثر من 40 مليون مشجع مغربي بعد لخبطة ودربكة داخل منطقة الجزاء. مباراة كانت مثيرة، كانت سجال ما بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي ضيع اكثر من هدف مؤكد، وكذلك على الجانب الاخر المنتخب المصري ضيع اكثر من هدف مؤكد. ولكن الميزه في هذه المباراه ان محمود عبد المنعم كهربا والمنتخب المصري قدر يفك عقده المنتخب المغربي علشان ايضا يكررها المنتخب المصري على المنتخب المغربي في موسم 2021 من نفس الدور في بطوله افريقيا في ربع نهائي البطوله، بعد ما شاهدنا مباراه عصيبه وقويه، مباراه من العيار الثقيل ما بين المنتخبين الشقيقين، بعدما تقدم المنتخب المغربي على المنتخب المصري في الدقيقه السابعه عن طريق النجم المغربي سفيان بوفال بعد تدخل عنيف من لاعب منتخب مصر ايمن اشرف على نجم باريس سان جيرمان اشرف حكيمي. المباراه سجال ما بين المنتخبين، ولكن المنتخب المصري كان الافضل على ارضيه الميدان علشان في الدقيقه 52 محمد صلاح بيحرز هدف التعادل في مرمى منتخب المغرب بعد رأسية من محمد عبد المنعم ارتدت من الحارس المغربي ياسين بونو. علشان المباراة تشتعل من بعد الدقيقة 52 المنتخب المغربي بدأ أكثر من هدف مؤكد وكذلك المنتخب المصري، ولكن لم يحسم هذه المباراة غير الاكسترا تايم علشان في الدقيقة 100 بالتحديد والشوط الأول من الوقت الإضافي محمود حسن تريزيجيه يحرز هدف قاتل في مرمى المنتخب المغربي على طريقة محمود عبد المنعم كهربا في بطولة أفريقيا 2017 أيضا بعد أسيست يدرس من نجم ليفربول محمد صلاح، وساعتها المنتخب المصري بيصعد لنصف نهائي البطولة كالعادة على حساب منتخب المغرب بنفس السيناريو نسخة 2017، وبكده يبقى المنتخب المصري دمر المنتخب المغربي في بطولة أفريقيا مرتين. بس كده قول لي انت بقى توقعاتك، تفتكر لو المنتخب المصري واجه المنتخب المغربي مرة أخرى في نسخة 2024 اللي بتتلعب حاليا في كوت ديفوار، هل المنتخب المصري هيتفوق على المنتخب المغربي كما تفوق عليه في آخر نسخة، ولا المنتخب المغربي هيبقى له رأي آخر؟